اهلا يا انسي. اتأخرت عليك. معقولة؟ ده انا كنت مستعد استنى لاخر يوم في عمري. دي صورة طبق الاصل لمعرض الاسعار اللي مقدمه جعفر. وده كشف باسامي المسؤولين اللي قبضوا عشان يسهلوا امتياز منطقة المناجم. برافو. وده مين ده؟ وانا عرفني. اديله الظرف وخدي فلوسك. ما تضيعش وقتك في اسئله سخيفه ملهاش معنى. دي فرصتك انك تخلص من جعفر. خد منها الظرف. خد منها الظرف، مستني ايه؟ اديلها بقى الشنطه اللي فيها ال100,000. انتهت انت مهمتك يا حلو. اتفضلي، مع السلامه. ما تحاولش لانها مش هتدور. انت دخلت هنا ازاي؟ وبعدين انت مين؟ وعايز مني ايه؟ مشكلتك هي جعفر المصري، صديق عمرك وعدوك. بتكرهه كره الموت. كل املك انك تشوفه مختفي من على وجه الارض او مرمي في السجن. مظبوط؟ مظبوط. انا هساعدك واحقق لك امنيه عمرك. هدمر لك جعفر. بالثمن؟ بعدين هتعرف كل حاجه لما يجي وقتها. موافق، من غير حتى ما اعرف انت مين ولا مصلحتك ايه. المهم ان انا اقضي على جعفر. اتفقنا. بس انا بقى ايش ضمني انك انت هتوفي بوعدك بعد ما احقق لك كل اللي انت عايزه؟ انا كلمتي شرف. اوه، دي بقى العمله الوحيده اللي انا ما بتعاملش بيها، الشرف ده. خلاص، خد الضمانات اللي انت عايزها. المهم اشوفه راكع تحت رجليا او جوه السجن. انا بعفيك من اي ضمانات، بس بحذرك انا ما يتلعبش بيا، والا حياتك هتبقى هي التمن. دور العربيه. دور العربيه، مستني ايه؟ اطلع بقى. الو. جعفر بيه، ارجوك تصحى وتسمعني كويس. اسهم شركتك في النازل من الصبح وبشكل مخيف. نزلت 4 درجات في نص ساعة. اقول لهم يبيعوا؟ لا، بقوا 6 درجات. ما تتنقليش من مكانك وبلغيني بالاخبار اول باول لحد ما اوصل لك. طمنيني، ايه الوضع دلوقتي؟ بقى 10 درجات وفي اقل من ساعة. انت لازم تتصرف وبسرعة. بيع. مستني ايه؟ خليكي في حالك. كده هتخسر كل ثروتك. لازم تبيعه بسرعة، دول ملايين. مش اول ولا اخر مره البورصه بتطلع وبتنزل. الاسهم نزلت 14 درجة، مستني ايه؟ انت ليه مش عايزه تفهمي ان كل دي فبركه؟ قومي. كلها كام ساعه وامريكا تدخل الملعب وفجاه الاسهم هتطلع فوق اكتر من الاول. انا اعصابي مش متحملة، انا في مكتبي. شوفي لي ثروت. هاي يا استاذ. اهلا يا انجي. مصيبه يا جعفر. ايه اللي حصل؟ خسرنا كل حاجه، اتطبقت من كل ناحيه. امتياز منطقه المناجم اتلغى وراح لداوود. مستحيل. مستحيل ازاي؟ المنطقه دلوقتي كلها بقت من حقه. طب والناس اللي دفعنا لهم؟ عرفهم اسمه ودفع لهم اكتر. كلاب. المصيبه الاكبر ان احنا خسرنا مناقصه الكره السياحيه. انت بتخرف. احنا مقدمين اقل سعر، اقل من اللي مقدمه داوود عرف العرض اللي احنا اتقدمنا بيه، سحب عرضه وتقدم بسعر اقل. وعارف منين؟ الظرف كان مقفول، وانا وانت بس نعرف الرقم اللي متقدم. وانجي يا جعفر سكرتيرتك. انجي
ايوه انجي، بعتك لداوود. جبت الكلام ده منين؟ مفيش حاجه بتستخبى في السوق. استقالتي. يا ريت كان عندي وقت كنت كتبت لك كلمه اشكرك فيها على الايام الجميله اللي عشناها سوا، سواء هنا او في البيت. بقوا 16 درجه. بتهيألي ما بقاش في وقت خلاص، الحكايه فلتت من ايدك. باي. كلاب. جعفر اتأخر. وانت السادة يا رضوان بيه، جعفر انتهى. نعم. ارجوك يا جعفر تفرق بين الشغل والصداقه. عمر ما كان في بينا صداقة، احنا اللي بينا دايما مصلحة مشتركة. عايزين ايه؟ اسهم شركاتك نزلت 16 درجه. ومن هنا لحد ما تفتح البورصة بكرة ممكن تنزل 30 درجة. طب وانا في دي اعمله؟ والملايين اللي ضمنك فيها البنك هتردها ازاي؟ انا لسه واقف على رجليا، والهبوط ده مصطنع. مصطنع حقيقي، لازم تتصرف. احنا كده هنروح في داهيه. القروض دي بدون اي ضمانات حقيقيه. ارجوك يا جعفر، ارجوك تقدر موقفي وتراعيني وتراعي ظروفي كمدير بنك له سمعته. عايز اعمل ايه يعني؟ بيع باي تمن وسدد ديون البنك. لا يا بهوات، اللي بيحصل ده ما يهزش الشعره في جعفر المصري. انا عارف ومتاكد ان داوود ورا كل ده. هو دلوقتي قاعد مستني ان اسهمي تبقى في الارض يخش ياخدها، وساعتها ابقى في عبه. لكن دي لعبه قديمه ما تدخلش عليا، ومعروف بتتعمل ازاي يعني. اشاعه في وسط المساهمين وشويه اخبار تنزل في الجرانين. طب وليه ما تتفقش مع داوود وتنقذ نفسك؟ مش هتفق، وده قراري الاخير. ياخد كل حاجه يخسر كل حاجه. انا كنت متاكد انك هتركب دماغك، بس اللي ما تعرفوش ان القرار الاخير قرارنا احنا. بكره الصبح هيتشهر افلاسك وهيتحجز على كل ممتلكاتك، ومش بعيد تتسجن. يلا. جعفر المصري خلاص انتهى، ومن بكره هيكون في السجن. ايوه يا جعفر، من بكره حبيبي انا اللي همشي في جنازتك. عايز ويسكي وشامبانيا، حساب الناس دي كلها عندنا. يلا بينا نرقص على روح جعفر المصري.
ايه ده؟ سمعت اللي انا سمعته؟ ده التلفزيون؟ احنا سيبناه مولع ولا ايه؟ احنا ما جيناش جنبه ولا فتحناه اصلا. يعني ايه؟ انت طفيته ليه؟ مين؟ انا اسف، ما كانش قصدي ازعجك. خد راحتك على الاخر ولا كاني موجود. انا هستناك. انت بتعمل ايه هنا؟ ودخلت هنا ازاي؟ من الباب. بس الباب كان مقفول. وهي دي مشكله يعني؟ انا اصلي قلت اجي اهنيك واكمل كلامي معاك، بس الظاهر ان انا جيت في وقت غير مناسب. تحب استناك ولا اجي وقت تاني؟ انت عايز ايه؟ جعفر خلاص انتهى، خسر كل فلوسه وكل اللي حواليه، وبكره قبل ما يطلع النهار هيكون دخل السجن. انت عايز تفهمني ان انت اللي تسببت في كل ده؟ بالتاكيد، ما هو ده حسب اتفاقي معاك. وايه المطلوب مني دلوقتي؟ انا عملت اللي عليا، مطلوب انك تنفذ اللي عليك. اللي هو ايه؟ هو طلب بسيط وسهل في نفس الوقت. اسمعه. تقتل. اقتل؟ وده مين ده اللي عز عليك قوي وعايزني اقتله لك ده؟ دي تفاصيل هنبقى نتفق عليها بعدين لما اسمع ردك وتقولي انك موافق. على ان اقتل؟ ده الاتفاق اللي كان بينا. ما تضحكني معاك. الله يخيبك، رعدتني وسيبت ركب وانا لو مفكرك عاقل، وطلعت اخر المتمه مجنون وجاي تطلب مني ان انا اقتل ببساطه كده؟ والاتفاق اللي بينا؟ مفيش بيني وبينك اتفاقات. انت مش اتفقت معايا على جعفر؟ انا كان بامكاني امسح جعفر من السوق واقضي عليه واوصله اللي هو فيه ده. انت صدقت انك كان ممكن تخلص على جعفر من غيري؟ اسمع، انا ما اعرفش انت عملت ايه ولا عايز اعرف. الحاجه الوحيده اللي هطلبها منك من غير ما اعرف انت مين ولا دخلك ايه في اللي بيني وبين جعفر ولا حتى دخلت هنا ازاي، انك تطلع بره قبل ما افرغ المسدس ده في دماغك الخربانه دي. بره! انت هتندم وانا هدفعك الثمن. بقول لك اطلع بره. ريلاكس ريلاكس. هدي اعصابك، احنا هنتقابل تاني وهنصفي حسابنا، لان وانا بالذات ما يضحكش عليا. يا فندم، الاسم جعفر علي المصري، من مواليد 28/10/1949، بالتحديد يوم الأربعاء، مع انك متسجل في شهادة الميلاد على انك من مواليد 31/10/1949. اصل المرحوم ابوك ساعة ما انت اتولدت كان مسجون على ذمة قضية تموين. الاب
عم علي المصري راجل على قد حاله، بقال. اما الام همة ابو زيد من مواليد البدرشين. انت مين؟ اما انت بقى، اول مره سرقت فيها كان عندك 7 سنين، لما سرقت الجنيه من درج دكان ابوك وطلعت تجري فوق السطوح وقعدت تتامله في عشق وجنون. عمري ما هنسى نظرتك ليه ابدا. ساعتها راهنت عليك. ممكن ادخل بدل ما انا واقف كده على الباب؟ بعد ما سرقت ابوك سرقت الجيران، مش لانك محتاج انك تسرق، لكن حبا في السرقه نفسها. بعد ما كبرت معاك عيوبك، زنيت وزورت وتاجرت في كل حاجه ممنوعه. عمرك ما رعيت مشاعر حد، لا عمرك حافظت على العهد ولا عمرك صنت حرمه جار. انت مين وعايز ايه بالظبط؟ ما انا اصلي مش عايز اقول لك عشان ما اخضكش. انت مش وقت هزار، مش فايلك يعني. بره بره والا هطلب لك البوليس. ايه في الموبايل ده؟ اصلك مش هتلاقي حراره. ما هي الحراره مش هترجع لغايه لما اخلص انا كلامي. جنينة ما تحاولش، ما حدش هيسمعك ولا حتى هتحرك من مكانك. الوقت نفسه مش هيتحرك. بص عارف الساعه اللي فوق الدفايه دي؟ انت مين؟ انا اللي بيوسوس في صدور الناس وبيغويهم في ساعات اليأس. تقصد انا الشيطان. ابليس؟ ده اسم الشهرة، انا ليه اسامي كتيرة غير ده. والشيطان بيلبس بدله؟ مالها البدلة؟ اخر موضة دي سنية حتى، وانا لازم ابقى ماشي مع العصر. مستحيل. الشيطان مجرد فكره، مش بني ادم من لحم ودم. ما انا واقف قدامك اهو، بني ادم من لحم ودم، وجاي عشان اساعدك، او زي ما بتقولوا اغويك. بقول لك ايه، انا بيتك ده بقى بصراحه عمره ما عجبني. ذوقه كده غريب شويه، دايما بيقبضني. تعالى معايا في مكان بيريح اعصابي، ناخد فيه كاسين. ها يلا يلا بينا، يلا بينا، ما تزرجنش. يلا تعال تعال. في حاجات كتير هتكلم معاك. ايه رايك في المكان الجميل ده بقى؟ ها؟ مش احسن من بيتك الكتمه؟ خد نفس عميق كده. على فكره انا حاسس باللي انت فيه. بكره هتتقدم لمدعي اشتراكي وبهدله بقى. مفيش حد هينقذك من كل ده غير واحد بس، انا. والتمن؟ انت ارتكبت كل انواع الشرور والمعاصي الا حاجه واحده بس، اللي هي القتل. بتطلب مني اني اقتل؟ مظبوط. انا مستحيل اقتل. انت عايز تفهمني انك انت لسه ما قتلتش يا جعفر؟ طبعا. انت ارتكبت جرائم كتيره قوي رغم ان القانون لسه ما عاقبكش. واذا كنت عايز دليل على كلامي نتكلم بلغه الارقام اللي انت ما بتعرفش غيرها. انت عندك في المناجم والمحاجر بتاعتك 3000 عامل، كل يوم بيشموا كل انواع السموم والادخنه والابخره اللي بتاثر من عمر كل واحد فيهم 5 سنين. بحسبه بسيطه، لو ضربنا 3000 في 5 هنلاقيك قصرت من عمر البشريه 150 قرن. مظبوط يا جعفر؟ ده نظام عمل انا ما اخترعتوش. حقيقي انك ما اخترعتوش يا جعفر، لكن استفدت منه. فكر كويس في العرض اللي انا قلته لك. لا. فكر في اللي ممكن يحصل لك وسنين السجن الطويلة وانت مرمي على الارض بعد العز اللي انت فيه. مش عايز افكر. واحد زيك يا جعفر في الظروف اللي هو فيها دي مش ممكن يرفض عرض زي ده، خصوصا انك انت مش هتستخدم ايديك في القتل، والقتيل انت ما تعرفوش. مسألة في منتهى البساطة.
واضمن منين انك هتوفي بوعدك؟ على فكرة أنا عمري ما خنت أي عهد، وعشان تطمن وترتاح أنت مش هتقع تحت طائلة أي قانون. بس اللي بيقتل بيطارده شبح ضحيته. ده إذا كنت شفته قبل كده أو تعرفه، عشان كده أنا هنقي لك أي حد في أي مكان. قلت إيه؟ العالم كله قدامك اهو، نقي اي مكان يعجبك فيه. خلاص هنقي لك انا. ايه رايك هنا؟ قريه في القصير، عزبة صيادين سمك. افتكر ما تعرفش هو فين ولا تعرف فيه اي حد. اكيد. خلاص يبقى ما اختلفناش. انوي على القتل وانا ارجع لك كل ثروتك. بس قتل من غير دم. قتل من غير دم. ولو اني شاكك في كل اللي حصل وشاكك ان انا صاحي، مفيش قدامي غير اني اوافق. ايه المطلوب مني؟ بص في عينيا يا جعفر وركز. دلوقتي انا وانت هنروح لبعيد، بعيد قوي، عزبة للصيادين. بص في عينيا وركز يا جعفر، ركز. سامع ايه؟ صوت ريح. كويس. ركز في عينيا اكتر وقول لي شايف ايه؟ مش قادر اميز. ركز يا جعفر، شايف ايه؟ متهيألي صياد واسمه همام، ولسه مستلم النهارده مركبته الجديده، علشان كده الارض مش سايعاه. وبكره لما يلاقوا جثته الكل هيقول ان الريح هي اللي حدفته من الربوه. ادي ايدك، زقه. لا لا. ركز معايا يا جعفر، بص في عينيا كويس. دي هي لحظه، لحظه وتنتهي كل مشاكلك. مد ايدك يا جعفر، زقه. مد ايدك، زقه. مش قادر، مش قادر. فكر في ثروتك وإفلاس داوود. انت تقدر يا جعفر، مد ايدك. برافو يا جعفر، شفت المسألة بسيطة ازاي؟ كل شيء تم. انا كنت فين؟ وايه اللي حصل؟ انت نفذت المطلوب منك، باقي بقى انا انفذ الاتفاق اللي تعهدت لك بيه. مين اللي كانت بتصرخ؟ مش مهم، ما تشغلش بالك. صرختها لسه بتضايق في وداني. انت تعبان دلوقتي يا جعفر، قوم معايا، تعال. بكره كل شيء هيبقى تمام. هاي، وين جعفر؟ سلام يا سليمي. جعفر، ايه ده بقى؟ انت لسه نايم؟ يلا قوم اصحى، اصحى بقينا عز الظهر. مش هينفع معاك غير كده، انا عارفه. اهو اصحى بقى، ما هو انت هتصحى يعني هتصحى. يلا. ايه؟ ايه؟
انت ايه اللي جابك؟ كان لازم اكون اول واحده تيجي تبشرك باحلى خبر في الدنيا. ده انا من فرحتي جيت لك جري. ايه؟ الاسهم اسعارها ارتفعت؟ في السما يا حبيبي، ولسه بتطلع. طب ولا لي سجاره؟ بس سجاره يا حبيبي، واحده بس. شفت وشي حلو عليك ازاي؟ جعفر، انا مش مصدقه اللي حصل ده شيء ولا المعجزه. ما تلومنيش ان كنت خفت او ضعفت. اي واحده مطرحي ما كانتش هتتصرف غير كده. جعفر انت كنت ضايع، وانت عارف انا طول عمري بخاف من الفقر. ومين ما بيخافش من الفقر؟ انزلي. انت بتطردني؟ برجعك للشارع اللي خدتك منه. اهلا جعفر بيه. اقعدوا. جعفر بيه، ممكن اهنيك على عبقريتك وبعد نظرك. حقيقي انت عبقري، ومحدش يعمل اللي انت عملته ده. انتوا جايين عايزين ايه دلوقتي؟ قلقانين على الحسنه اللي كانت بتجيلكم من ورايا؟ ما تخافوش، عجله الحظ دارت خلاص، ومفيش قوه في الارض هتوقفها. قنبله الموسم يا جعفر، معجزه بكل المقاييس. خير، حصل ايه؟ شركات داوود كلها اتحطت تحت الحراسه بامر المنتدى العام الاشتراكي، وداوود نفسه وقع مشلول. ومناقصه القرى السياحيه رست علينا طبعا. مبروك يا جعفر بيه. مبروك يا جعفر باشا. اتفضلوا من غير ما ترودوا، ما تجوش هنا تاني الا لما اطلبك انا. ثروت، وصلهم وارجع لي عشان عايز اكلمك في حاجه مهمه. امرك يا باشا. هو ده اللي حصل. انا مش ممكن اصدق الكلام اللي انت بتقوله ده. هي حاجه من اتنين يا جعفر، يا اما انت كنت سكران وبتهيألك او كنت بتحلم، وده شيء طبيعي بحكم الظروف اللي انت مريت بيها. اللي حصل معاك ده يا جعفر معجزه بكل مقاييس العمر. انت فعلا كنت انتهيت. انت ليه مش عايز تصدق ان ده لا كان حلم ولا كابوس ولا كنت سكران؟ انت هتجنني. راجل مين اللي هيعمل كل ده؟ مش عارف اقول لك ايه. طبعا صعب حد يصدق اللي انا بقوله، بس ده اللي حصل. ما حصلش ولا يمكن هيحصل. انت بس كنت تعبان شويه. طب وصوت الريح وصرختها اللي بدون في وداني وهم وثروتي اللي رجعت لي، طز في كل ده. ما تفوق لنفسك بقى. انا مش عارف اقنعك ازاي ان ده مش وهم. اهو صدقت انه مش وهم.
اللي انت بتعمله ده يا جعفر؟ ما كنتش بحلم. كنت عارف ان هلاقيكي هنا. قومي معايا يا بنتي. يلا قومي. واخرتها يا حليم؟ اخرتها في ايه يا خال؟ مش هنعيده يا بنتي. من يوم ما مات المرحوم همام وانت لا بترحمي نفسك ولا سايبه رحمه ربنا عشان تنزل. بقيت فلوس المركب انا اللي هدفعها لك. يا بنتي ركنة المركب كده حرام. الريح وهوا البحر بينخروا فيها. لا انت عايزه تسترزقي منها ولا سايبه غيرك يسترزق منها. مركب همام مش هتتباع يا خال. يا بنتي الحي يبقى من ميت. الميت ده يبقى همام اللي خطفوا الموت بعد ما شقي عمره كله عشان يتحصل عليه، ويوم ما امتلكها وقبل ما ينزل البحر اتغدر بيه. انا مش هبيع همام يا خال، مش هبيع همام. داوود مات يا جعفر. غبي، ما كانش لازم يتحداني. ايه صعبان عليك؟ انا صعبان عليا نفسي. هو مات وارتاح. انا ما فيش قدامي غير ان استنى نهايتي اللي مش هتفرق كتير عن نهايته. ثروت تحت امرك. اعمل له ناعي صفحه كامله في كل الجرايد، واعمل مرتب لمراته واولاده يكفيهم زياده. اوكي. أمينة. سالم؟ بلا سالم بلا زفت. هي ايه الحكايه؟ هو اول حد يموت مش اول واحده يموتها جوز. ما تتقي الله في نفسها وفينا بقى. الله، هنفضل لغايه امتى فاتحه علينا باب الاحزان دي؟ وانت مالك ومالها يا سالم؟ هي حره في نفسها. البلد كلها بتتكلم عليها، الكل بيقول عليها انها اختل عقلها. ينقطع لسان اللي يقول نص كلمه على اختي. حليمه اقل من كل نسوان البلد، وانت عارف كده كويس يا سالم. انا عارف وانت عارفه والخاله عارفه، لكن اهل البلد هيعرفوا منين؟ بقالها شهور قاعده تعيط وتبكي عليه. ليه؟ ما ياما البحر اكل ناس وياما الجبل تهوى رجاله. انت رايح فين؟ رايح مطرح ما توديني رجليا ومطرح ما استريح لي بالي. امينه. ايوه يا خاله. اللي جرى لسالم يا أمينة، ريحة الخمرة فايحة منه ليل ونهار. ربنا يلطف بيه وبينا يا خاله. مش عارفه ايه اللي جرى له. حتى حليمه من يوم ما مات همام وهي في دنيا غير الدنيا، شردانه مننا زي ما نكون السبب في مصيبتها. حليمة معذورة يا أمينة، وحدانية، لا راجل يحميها ولا سنة دي قوتها. وتحكم على نفسها ليه بالوحدة؟ دار تسعنا كلنا. حليمة عمرها ما هتفارق الدار دي، الدار اللي كان فيها همام عاشت فيها معاه. وهتقتات منين بس يا خالة؟ من رعي الغنم اللي لغيرها. خد يا خالة، ده صك القارب. سالم دفع بقية الدين اللي عليه، اديهولها وقولي لها خلاص القارب بقى بتاعها، تبيعه تنزله البحر، هي حرة. وانت ما تقوليلهاش ليه يا أمينة؟ لو عرفت ان سالم هو اللي سدد دينه جايز ما تقبلش. انت في بينكم حاجة يا بنتي؟ ناحيتي انا لا يا خالة، لكن من ناحيتها هي الله اعلم. ما
اتكلمتش معاكي في حاجه يا خاله؟ حاجه زي ايه يا بنتي؟ عني او عن سالم؟ مخبيه عني ايه يا امينه؟ ولا حاجه، ولا حاجه يا خاله. يلا يا حبيبي. حليمة ازيك يا حليمه؟ تعالي. ازيك يا امينه؟ كويس انك لسه فاكراني وفاكره اسمي. معناه ايه الكلام ده؟ صعبان عليا اللي انت فيه. انا بخير طول ما انتوا بخير. عايزه تقولي ايه؟ افتحي قلبك يا حليمه، كلميني. انت اللي بتعذبينا يا اختي وتعذبي نفسك. ده انا اختك، ماليش في الدنيا غيرك. وانا عمري ما هستغنى عنكم. امال مالك؟ ما كفاكيش الحزن اللي انت فيه؟ هو بقى في حاجه في الدنيا تفرح يا امينه؟ استنى حبيبي اما اعمل لك المكرونه اللي بتحبها. اسمعي يا امينه، الموال ده انا مش عايزه اسمعه تاني. لا هسيب داري ولا هروح حته تانيه. وهتعيشوا ازاي من غير راجل؟ وبعدين سالم جوزي مش غريب عليكي، كان زميل همام ورفيق عمره. يمكن كانوا ولاد جار واحد، بس لا عمره كان رفيق ولا كان صاحب. تقصدي ايه؟ ولا حاجه. لا، لازم تقولي لي انت تقصدي ايه. فيكي ايه يا حليمه؟ ايه اللي بينخر جواكي؟ ارحميني يا امينه، سيبيني في حالي. الف مبروك يا جعفر. الله يبارك فيك يا ثروت. ايه اخبار حفله بالليل؟ ايه ثروت دايما جاهز. كله تمام؟ تمام التمام. في ساحة جعفر المصري. ساحة جعفر واسطول الشحن البحري. في ساحتكم. شكرا. شارب تاني يا سالم، تاني. حل عن سمايا بقى وتسيبيني في اللي انا فيه. اللي انت فين عارفه كويس، وعارفه اللي مخليك غرقان في الخمره ليل ونهار. تتخمدي تنامي وتحلي عني. اقف هنا وكلمني. قلت لك اتخمدي نامي احسن لك. بقول لك اقف وكلمني. بقول لك اقف عندك وكلمني. عايزه مني ايه تاني؟ عايزه ايه؟ عايزك ترحم نفسك وترحمني. انساها. انسى مين بس يا وليه؟ حليمه. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ بقول لك اللي كنت عايزه اقوله لك من زمان، بس خلاص فاض بيا وما عدتش قادره استحمل. حليمه حبت همام وفضلته عليك، ولسه بتحبه حتى وهو ميت. خلاصي خالص مش عايز اسمع صوتك. حبها لسه مزروع جواك. يا وليه انت بتخرفي بتقولي ايه بس؟ حليمه ايه اللي حبها دي؟ انت بتعشقها، بتتمنى التراب اللي تمشي عليه، ولما فضلت عليك همام اتجوزتني. كنت عارفه انك رايدها ووافقت، قلت يمكن حبي ليك يتملك منك، لكن كنت غلطانه. حليمه لسه معششه جواك. خلاصي خلاصي خالص مش عايز اسمع صوتك. همام كان غريمك في كل حاجه، في حبك لحليمه، في المركب اللي كنتوا عايزين تشتروه مع بعض واشتراه قبل منك، في الحلم اللي كنتوا بتحلموا بيه مع بعض. كان غريمك في كل حاجه وغلبك في كل حاجه حتى وهو ميت. اخرسي اخرسي خالص مش عايز اسمع صوتك. انت سامعه؟ مش عايز اسمع صوتك. ما تجيبيش سيرته على لسانك. انا بكرهه بكرهه بكرهك 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 بكرهك.
حيرتني وياك يا همام. لا انا عارف اترحم عليك ولا انا عارف العنك حي ولا ميت. حل عني بقى يا اخي، عايز مني ايه تاني؟ هزمتني وانت حي، عايز تهزمني كمان وانت ميت. كل يوم بيعدي وانا بكرهك، وكل ما بيزيد كرهي بيزيد العذاب اللي جوايا. كفاياك يا اخي بقى، كفاياك بقى يا همام، كفاياك كفاياك بقى. ايوه يا ثابت، قول لهم يجهزوا لي الطياره بكره الصبح. مع السلامه يا جعفر بيه. الله يخليك. حتى السلامه يا جعفر بيه. كده هتجهز. شكرا. لو سمحت، في عزبه صيادين قريبه منكم هنا؟ ايوه يا فندم، على البحر مباشره، على بعد 30 كيلو من هنا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن عنك؟ نعم. ما تخافش مش هبوظها لك يعني. اتفضل. اللهم صل على النبي، ده انت ابن كروة قديم كمان. الدنيا بتعلم كتير. مسكتك للمنشار تمام التمام، بس لا مؤاخذة يعني الهيئة مش هي. اوقات كتير الشكل بيبقى كذاب. تاخد سيجارة؟ طيب نشرب الشاي سوا. ماشي، بس سكر قليل. عينيا. 2 شاي يا هلا. خلي السكر لوحده. اتفضل. لا خليه اما يجي الشاي. ايه استهواك البحر ولا ليك مطلب تاني؟ الحقيقة جاي ادور على واحد صاحبي، بقالي مدة ما شفتوش. لو صاحبك ده يعني من توبك يبقى لا مؤاخذة بقى غلطت في المكان. لا يعني كل اللي اعرفه عنه انه صياد واسمه همام. همام ابو ذكري؟ ما اعرفش غير ان اسمه همام. الناحية كلها ما كانش فيها غير همام واحد. ألف رحمة ونور تنزل عليه. دي المركب اللي فضل طول عمره يحلم بيها هو ومراته حليمة. غدرت بيهم الفرحة يا ولدها. يا ما بات ليالي طويلة جوه البحر، يا ماشي عشان يجمع تمنها، وكانت مراته مسكينة تقف هنا في نفس المكان في انتظاره لحد ما يرجع. مالك يا ابني؟ لا ودني وجعاني. كمل انت يا عم عبد العزيز. لا سلامتك. ودي مراته حليمة، ربنا يرقف بيها. ما كانش ليها حد في الدنيا غيره، وعلى دي الحال من يوم ما فرقت همام. مالك يا ابني؟ واضح انك تعبان وابنك تعبتك تاني. الله يرحمه، كان زينة شباب العزبة، كان يحب الكل والكل كانوا بيحبوه. كان هيطير من الفرحة يوم ما جهزت له المركب. جري علشان يبشر مراته حليمة. عيني عليه الجدع، ملحقش يتهنى بفرحته. الريح كانت شديدة، حدفته من فوق التل، خطفته وخطفت الفرحة من حليم. خالة مهمام، خالة مهمام، خالة مهمام، سلامتك، مالك؟ تعالي تعالي. خالة مهمام، يا شيخ زويد، عاوز الشيخ زويد. يا شيخ زويد، يا شيخ عم الشيخ عبد القادر. الشيخ زويد فين؟ خير يا ابني، مين مرضان؟ خالة مهمام. خالة مهمام مالها؟ سايبها عند حليمة بين الحياة والموت.
لو سمحت يعملوا لها كل اللي تقدروا عليه، لو احتاجت كوميسيون من اكبر دكاتره مصر هاتوهم، المصاريف عندنا. تحت امرك. لو سمحتي اتفضلي حضرتك. مين ده؟ الأستاذ كان صاحب همام الله يرحمه. اتفضلي. واضح ان القعده هتطول واكيد انت جعانه ما اكلتيش. عم عبد القادر بعت له اكله. ما تكسفنيش، اتفضلي. الخال عبد القادر بيقول انك كنت تعرف همام. عرفته لحظه، بس لحظه ما تتنسيش العمر كله. فين؟ كنت مرر ببلدكو وهو كان راجع شايل حمولة سمك. اشتريتها منه واتكلمنا وبقت معرفة. اللي كان يعرف همام كان يحس انه يعرفه من سنين. عندكوا أولاد؟ كان حلم جوانا، أجلناه لحد ما مركب همام تنزل المية. كنت عارف اللي جراله؟ موت همام هو اللي جابني. ها يا خال، اخبار الخلا ايه؟ الله يلطف بيها ويكون في عونها جوه. امال حليمه فين يا خال؟ تعبت من الوقفه هي وصاحب همام اللي جه من مصر وراحوا البوفيه. كلام ايه اللي بتقوله ده يا خال؟ صاحب همام مين؟ همام عمره ما ساب العزبه ولا نزل مصر ولا غيرها. ما تاخذنيش، تقلت عليك بهمومي. حليمه حليمه، يلا بينا حليمه. سالم جوز اختي والاستاذ جعفر المصري. احنا ما اتقابلناش قبل كده. ما افتكرش. يلا بينا يا حليمه نروح للخاله. دكتور، ايه الاخبار يا دكتور؟ مضطر اقول لكم ان حالتها ما تطمنش، ازمه قلبيه حاده ولازم تفضل تحت رعايه فتره. مين همام؟ ليه؟ رغم الحاله اللي هي فيها الا ان اسمه ما فارقش لسانها ابدا. يا ريت تبعت الجبوب، يمكن ده يساعدها. اللي بيموت ما بيرجعش يا دكتور. عن اذنكم. يلا بينا نطمن عليها. انت مش جاي معانا؟ جعفر. يا ثروت، كنت فين؟ بعدين بقول لك. في عمليه جديده؟ يعني ساعة بس غير هدومي وانزل لك. هنتعشى سوا. طب نتقابل هنا بعد ساعة. كده كتير يا جعفر، انت شارب اكتر من نص ازازه. انا مش فاكر اني شربت اول كاس. قول لي يا ثروت، انت يعني
بتصدق اما حد يقول ان الشيطان عايش بينا على الارض؟ انت هتشتغل من السكه دي مش عادك يا جعفر. انت حالتك وحشه قوي. انا تعبان قوي يا ثروت. بيتهيألي تقوم تنام يا جعفر. مش عايز انام. النوم راح عليك. لما بنام بسمع صوتها وصوت الريح بيدوي في وداني، فما بالك بعد ما شفتها وعرفتها؟ يا خسارتك يا جعفر. مالك؟ فيك ايه؟ انا اللي جنيت عليها وعليه وعلى المسكين اللي ملهاش ذنب. انا مش فاهم حاجه. انت بتتكلم عن مين؟ امه. ام مين؟ لو مت يا بكره يبقى انا اللي قتلتها. لازم تعيش. قوم يا جعفر، قوم ارتاح. اقعد. ايوه ما تتفرجش علينا الخلق. اقعد انا تعبان. اقعد ما تسيبنيش لوحدي. انت قتلت ولا قتلتني ولا قتلتنا احنا الاثنين؟ خد كل اللي بتقولي ورجعني زي ما كنت والا هقتلك. جعفر انت بتكلم مين؟ هو راح فين؟ كان قاعد هنا دلوقتي. طب ايه ده؟ الناس بتتفرج علينا. جعفر! أما لا ما تموتيش. انا ما اقدرش استحمل موت حد تاني على ايديا. ابوس ايدك ما تموتيش. ماتت يا همام، اللي من راحتك ماتت. سبتوني لمين؟ عيني عليك يا حليمة، الأحزان مش عايزة تفارقها أبدا. بعد موت همام والخالة ما بقى لهاش لا سند ولا ونيس. كفاياكوا بقى، كفاياكوا. وانا رحت فين؟ انا سردها وانا ونسها وانا راجلها كمان. كنت عارفة اني هلاقيكي هنا، نفس المكان اللي كنا بنهرب ونيجي نلعب فيه واحنا صغيرين. فاكرة يا حليمة؟ الهم نساني حاجات كتير. خير، ايه اللي جابك؟ عايزاكي تصرحيني وتريحيني. ليه دايما تقولي ان همام اتقتل؟ عشان شفت القاتل وهو. طب ليه ما بلغتيش البوليس؟ خايفة منه؟ خايفة عليه. انت عارفة الناس كانت بتحب همام قد ايه. لو كنت فتحت بقي بكلمة كانوا هيقطعوه. مش جايز يكون ده خيال، جايز تكوني وهمانة. القاتل لا كان خيال ولا وهم، كان من لحم ودم، بس دم نجس. ما تهربيش من سؤالي وجاوبيني. سالم، كفايه ان انا افكر فيكي وفي ابنك عشان اسكت. سيبيني بقى يا امينه. انت بتقولي ايه؟ انت عارفه معنى ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ارفعي وشك وبصيلي. اسكتي اسكتي يا امينه. سالم لا يمكن يعمل كده بقى بعد ده كله، بعد ما صبرت على عيش قوليكي السنين دي كلها، جايه تقولي انه قتل همام؟ انت كدابه 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 يا حليمه، كدابه. جبت لي الفلوس؟ جاهزة. الشنطة دي فيها نص مليون جنيه.
افهم بقى هتعمل بيهم ايه؟ بعدين هبقى افهمك. طب انت رايح فين دلوقتي؟ بعدين. حليمة، قومي روحي، انت محتاجة ترتاحي. يا ريت اقدر. كتر خيرك، جميلك معايا عمري ما هنساهولك. انا في رقبتي دين كبير لهمام. انا مديون له بكل اللي انا فيه. وامريني باي حاجة عشان اسدد دينه. مجيتك سددت الدين وزيادة. ما تحرمنيش اني اساعدك، يمكن ارتاح. ايه، دور على الراحة ومش لاقيها. قومي اروحك. شوية. طب ثانية واحدة. جواك حاجة عايز تنساها بس مش قادر. الزمن والصحاب والناس ممكن ينسوها لك. ما افتكرش. ناوية على ايه بعد موت الخالة؟ ربنا موجود، ما بنساش حد. مش خايفة من الوحدة؟ قصدي يعني مش خايفة من الأيام اللي جاية؟ عمر ما كان في جرابي مطرح للخوف. طب هتعيش ازاي؟ هتفضل مستورة طول ما الرزق جوه وبره البحر. طب والمركب المرمية على الشط ليه مش عايزة تبيعيها؟ أنا آسف. أهل العزبة هم اللي حكولي، وعرفت إن المرحوم اشتراه يوم ما مات. اشتراه؟ كلمة سهل يقولوها بس ما يعرفوش الثمن اللي اتدفع فيه. ده احنا قضينا أيام وليالي محرومين فيها من حتة عيل عشان نوفر كل مليم وندفع أقساط المركب. المركب دي تمنها يا أستاذ حرمنا من اللقمة والعافية وشوية دفى كان ممكن يحسسوني زي أي ست برعشة ست نفسها تخلف. لو كان همام موجود كنت قلت لك تفضل. حليمة الشنطة دي فيها نص مليون جنيه، ولو عايزة أكتر أنا تحت أمرك. ليه أنا؟ ليه؟ أرجوكي خديها مني وريحيني. هي راحة إنك ترمي فلوسك ولا إيه؟ لا يعني اعتبريها مساعدة، اعتبريها عوض عن همام. أنا ملايين الدنيا ما تعوضنيش عن همام. أنا رفضت الفلوس يا همام. قول لي اريحك واريحها واريح نفسي ازاي؟ رد عليا.
مالك يا جعفر؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ما غبتش عن عيني لحظه واحده. ايه اللي تعبك بس يا جعفر؟ انا شاكك اني قتلت، ورغم كده حاسس بدمه على ايديا. ما هو ده لانك قتلت بالفعل. قتلته ازاي بس؟ وانا بيني وبينه بلاد وبحور. وهي دي مشكله؟ اسالني انا. طب اشمعنى همام بالذات؟ دي بقى مسألة تخصني. مش يمكن مراته حليمة حلوة وعجباني وليا مصلحة معاها؟ انت حقير. مش أحقر منك. إذا كنت نسيت أحب أفكرك، ما تنساش إنك أنت اللي قتلت جوزها وحرمتها من أجمل حاجة في حياتها. طب أنت عايز مني إيه دلوقتي؟ إحنا في بينا اتفاق. خلاص أنا مش عايز الفلوس. خد كل ثروتي بس صالحني على نفسي وضميري. ضمير؟ ضمير ايه بس يا جعفر؟ الضمير ده مجرد شماعة بنصالح بيها نفسنا. البني آدم بيسرق وبيرشي وبيرتشي، وعلشان يتصالح مع نفسه يقول ضميري بيأنبني. بس صدقني أنا تعبان. شدة وتزول يا جعفر، لأن الشر متأثر جواك. قاوم ما تضعفش. الشر جواك متأثر يا جعفر. الشر جواك يا جعفر. تصبح على خير يا جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم. جعفر قوم يا ابني، قوم يا حبيبي. ايه اللي منيمك في الطل كده؟ صباح الخير يا عم عبد القادر. صباح النور. قوم معايا، قوم، الدنيا برد، قوم. احنا فقراء صحيح وحالنا على قدنا، انما نعرف الواجب والاصول. ايه اللي بيتك على الشط؟ البيوت ما هي كتيره. عم عبد القادر، انتوا فتحتوا لي قلوبكم ووكلتوني لقمتكم من غير ما تعرفوا انا مين ولا جاي منين ولا ايه حكايتي. يا ابني ضيفنا يسأل ولا يتسألش، يطلب ولا يطلبش منه. وده اللي حببني فيكم وخلاني اتمنى اعيش بينكم. انا اصلي جاي من عالم كل حاجه فيه ليها تمن، ما تعرفش فيه صاحبك من عدوك. عالم شعاره يا قاتل يا مقتول. عم عبد القادر، انا عايزك تساعدني. لو اقدر ما تأخرش يا ولدي. خلوني اعيش بينكم. الو، مفيش اخبار عن جعفر؟ اوكي، طب شكرا. خلي بالك من جعفر يا ريس حميدة. في عينيا يا خال. عايزك تعلمه زي ما علمت همام. هرجحهولك صياد وانا اللي اتولد في البحر. صدقتني باكد لسيادتك من ساعه جعفر بيه ما خرج ما رجعش لغايه دلوقتي. هيكون راح فين يعني؟ الارض انشأته بلعته. مش جايز يكون نزل مصر وما قالكش؟ لا، انا ما سبتش اي حد في مصر ما اتصلتش بيه وسالته عنه.
وبعدين هيرجع مصر ازاي يعني؟ هيرجع ماشي؟ الطياره بتاعته ما اتحركتش من مكانها من ساعه ما وصلنا. يعني ملوش قرايب معارف اصدقاء يكون راح عندهم يعني؟ لا.
حليمه، انا دلوقتي مش جعفر اللي كنت اعرفه. وسطيكوا حاسس اني اتولدت من جديد. ولا احنا حاسين انك غريب عننا، زي ما تكون اتولدت فعلا بينا وسافرت مدة ورجعت تاني عشان تفتكر كل حاجة. طب تصدقيني لو قلت لك اني نفسي اقضي بقيه عمري هنا وسطيكوا وتبقوا اهلي وناسي؟ ما تخليش الحلم ياخدك بعيد، كلها كام يوم وتشد قلعك وتبحر. وايه اللي هيخلينا بحر؟ حياتنا للي زيك صعبة. ما تفتكريش اني اتولدت وفي بقي معلقه ذهب. انا الجوع والفقر خدوا مني رقات. اشتغلت كل حاجه، عتال ومساح جزم وصبي في ورشه نجاره، وعشت عمري كله احارب الايام عشان اجيب لقمه عيشي. ولما بقيت غني دوست على كل حاجه كانت بتفكرني اني بني ادم. خطفت اللقمه من بق الجعان وانا مش محتاجها. انا كنت زي المجنون اللي بيحرق الدنيا حواليه وهو مش واخد باله انه بيتحرق بيها. انا كدبت وغشيت ونصبت وسرقت ورشيت وارتشيت وايه كمان؟ قول، فضفض. صباح الخير. صباح النور. اتفضلوا. جدول الاعمال يا ثروت بيه. شكرا.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا يا جعفر يا ابني. خير يا خالد. تعال يا ابني عشان أنا عايزك. اتفضل استريح. شوف يا ابني، انت عارف معزتك عندي وعند اهل العزبة قد ايه، لكن رحت ولا جيت انت برضو غريب، واحنا ناس لينا تقاليدنا وعاداتنا. خير يا خال، صدر مني حاجة ضايقتك؟ خايف عليك وعلى حليمة من كلام الناس. كفاية اللي هي فيه يا ابني، وان كنت رايد لها الخير ابعد عن طريقها يا ترحل. اللي تشوفه يا خال. حليمة، انت ليه مجفياني يا حليمة؟ ليه كرهاني؟ لسانك ما يخاطبش لساني. ليه بس يا حليمة؟ ده انا رايدك، بعشقك. مخمور خسيس، ارجع لدارك، ارجع قبل ما يطفح الكيل بيا واحكي حكايتك لاهل البلد. لا يا حليمة، لا، أنا اللي فاض بيا الكيل. مش هسيبك تفلتي مني تاني، ومش هبعد عنك أبدا. عايزة تزعقي بقى لحسك، زعقي زعقي وتضايقي أهل البلد كلتها. أهل البلد كلتها عارفين إني بعشقك وإني بريدك. أهل البلد كلتها عارفين إني بعشق الهوا اللي بتتنفسيه. أنت طول عمرك ليه؟ عمرك ما كنت الأمام. أنا عمري ما هكون ليك، وإن كنت سكت الفترة اللي فاتت مش عشانك، عشان أختي المسكينة وابنها. ابعد يا سالم. مش هبعد، عمري ما هسيبك تفلتي مني تاني. انت ليا يا حليمة، مش هسيبك، مش هسيبك يا حليمة. حليمة، حليمة، انت ليا يا حليمة. يا خسيس، انت ليا يا حليمة. تجننت. في ايدك الشفا يا اخويا. كويس. مش في يا اختي يا رب. آه
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. دي حاجة همام اللي باقيالي من خدها، هتحتاجها. حليمة، أنا الأوان أقول لك على السبب اللي جابني ليكوا. اللي هقوله لك هيألمك قوي، بس تأكدي هيألمني أنا أكتر. ساكت ليه؟ ما تتكلم. همام ما ماتش، همام اتقتل. انت عرفت ازاي؟ أنت عارفة مين اللي قتله؟ ايوه عارفه. سالم. أنت متأكدة من اللي قلتيه؟ متأكدة إنك مش غلطانة؟ شفته بعيني وهو بيغدر بهمام. كتمت الحقيقة في قلبي، ما قدرتش انطق عشان خاطر الغلبانة اختي وابنها. وانت كمان لو كان ليا خاطر عندك بجد يبقى لازم تسكت. ربنا بس هو اللي العالم انا كنت بتعذب قد ايه. شيل معاه، هاتوه هنا. لقيتوه فين الندل الخسيس ده؟ قلتوا بيه يا راجل. معقولة سالم يغرق؟ جوزي يا حبيبي يا عينيا. حليمة، أشوف حليمة. حليمة حليمة. مالك يا أمينة؟ في إيه؟ ابنك جراله حاجة؟ سالم بيموت وعايزك. أنا خلاص ما بقتش تفرق معايا أعيش ولا أموت. الموت ما بقاش يخوفني. أنا اللي خايف منه حاجة واحدة بس، حاجة واحدة جوايا يا حليمة. حليمة، أنا اللي حرمتك من همام يا حليمة. أنا اللي قتلته. أنا اللي قتلت همام يا حليمة. أنا اللي قتلته يا حليمة. أنا اللي قتلت همام يا حليمة. أنا اللي قتلته. سامحيني، أنا اللي قتلته. قولي له مسامحاك عشان خاطري. قوليها له. سامحاك يا سالم، سامحاك. اظهر، رد عليا. مين اللي قتل همام فينا؟ انا ولا سالم؟ انت شايفني وسامعني؟ جاوبني، مين اللي قتل همام؟
كلمني. مالك يا جعفر؟ ايه الحكايه؟ مالك؟ ايه الهيصه والزيطه والزنبليطه اللي انت عاملها دي؟ مين اللي قتل همام؟ الله، ما هي قالت لك وسمعت بودانك. سالم هو اللي قتل. يعني خدعتني، دبرت الموت همام وكنت عارف المكان والزمان اللي هيتقتل فيه، واوهمتني ان انا اللي قاتل. انت بتخرف بتقول ايه يا جعفر؟ موت ايه اللي انا هدبره؟ من امتى الحياه والموت كانوا بايديا؟ اللي اعرفه دلوقتي ان انا بريء. لا، انت مش بريء وعمرك ما كنت بريء. تنكر انك انت وافقت على قتل همام وان كان عندك النيه والاراده على كده؟ مفيش قانون على الارض يعاقبني على مجرد النيه. الكلام ده عندكم انتوا بني ادمين. وحاكمكم بتبرع اي واحد بدون اي ادله او حتى بشهاده زور، رغم انه ممكن يكون هو اللي قاتل. انا بقى ملعبي ما هواش المحاكم ولا القوانين، انا ملعبي النيه والاراده، هم دول اللي انا بتعامل فيهم. انت حقيقي ما قتلتش همام بايديك لان سالم سبقك بثانيه واحده، لكن ما كانش عندك مانع تقتله، بدليل انك انت وقفت تتفرج عليه وهو بيتقتل. حرام عليك، حرام عليك، عايشتني في وهم ان انا اللي قتلت همام. وهم يا جعفر؟ ضميرك اللي كان بيعذبك لدرجه انك كنت هتعترف لحليمه بانك انت اللي قتلت همام كان وهم. رجوعك لمكان الجريمه زي اي مجرم كان وهم. ثروتك وفلوسك اللي رجعت لك كانت وهم. اعترف ان كل ده كان حقيقي، لكن انا دلوقتي خلاص متنازل عن كل ثروتي. لا يا استاذ، فات الاوان. ليه؟ ما انا ما قتلتش. بس وافقت انك تقتل من غير دم. ما تفرقش معايا، انت وافقت انك تقتل وبنيتك قتلت همام وقبضت ثمن جريمتك. بس انت لسه قايل ان انا ما قتلتوش. خلاص ما اختلفناش. الاتفاق اللي بينا بيقول انك لازم تقتل، بما انك شايف انك ما قتلتش يبقى لازم تقتل. اقتل مين؟ شوف بقى، عشان انا بحبك هسيبك تختار ضحيتك بنفسك. انت اعدائك كتير ومنافسينك كتير، اختار اكتر واحد انت بتكرهه. موافق، بس بنفس الشروط. قتل من غير دم وبالنية والإرادة. بنفس الشروط، قتل بالنية والإرادة، بس على شرط النية تبقى خالصة 100%. موافق. هايل. قول لي مين؟ بني آدم بكرهه، بني آدم جبان ومش لازم يعيش. شوقتني قوي يا أخي، قول لي بقى مين؟ واحد أنا في صراع معاه من ساعة ما جيت هنا، ومش هرتاح لما أخلص منه، وأنت تعرفه كويس، وبيكرهك قد كرهه لنفسه. وبعدين معاك، قول لي مين؟ جعفر المصري. انت بتقول ايه؟ انت جعفر المصري؟ ما انا عارف، بس اللي قدامك دلوقتي مش جعفر اللي انت اتفقت معاه، انا بقيت بني ادم تاني. انت بتخرف بتقول ايه؟ جعفر المصري اللي تعرفه وقابلته لازم يموت، وهو ده اللي هقتله. لا 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 لا، انت اكيد اتجننت. انت تبعد عني خالص، ابعد عني خالص. هقتله وهطهر نفسي منك ومنه. لا لا، ده ما كانش اتفقنا. اتفقنا ان نخلص النية في القتل، وانا خالص النية. جعفر اللي جوايا مات خلاص، انا قتلته. انت ايه اللي غيرك كده؟ ايه اللي غيرك كده؟ اللي عمرك ما حطيته في حسابك، اللي بيغير الدنيا وبيحقق المستحيل، الحب. حب؟ انا مش مصدق وداني، مش مصدق ان لسه في حاجه اسمها حب في زمانكوا ده. تكسب يا جعفر، بس انا راجع لك تاني. ما افتكرش هنتقابل تاني. لا، هنتقابل بعد ما افلسك تاني. المشوار اللي بينا لسه ما انتهاش، راجع لك تاني، والتحدي اللي بينا هيكمل. راجع لك يا جعفر، راجع لك راجع لك تاني يا جعفر، راجع لك تاني يا جعفر.